جه اليوم اللي هيتجوز فيه هادي وطيبة، وفي البيت عند طيبة كانت بتجهز نفسها علشان تمشي، بس كانت حزينة جدا من جواها. فقالت ما بينها وما بين نفسها: أنا عارفة إني بظلم نفسي، كان نفسي أتجوز حد من سني، بس إني أشوف بابا ماشي على رجلي ده عندي بالدنيا وما فيها، مش مهم. أنا هعوز إيه يعني أكتر من كده؟ سامحيني يا طيبة، سامحيني على اللي هعمله فيكي، بس صدقيني هتبقي سعيدة جدا لما تشوف أبوك بيمشي وواقف على رجليه، وقتها مش هتندمي أبدا. يلا تشجعي، انتي قدها، هتقدري تعمليها. تعالي على نفسك شوية ويلا. طلعت طيبة من أوضتها. أنا ماشية بقى، زي ما قلت لكم شهيرة هانم مسافرة وهتاخدني معاها شهر واحد بس، وهكون هنا وما تقلقوش عليا. تمام؟ ماشي يا بنتي، بس بقي طمنيني عليكي، خلي بالك من نفسك. حاضر يا ماما. خدي يا ماما، خلي الفلوس دي معاكي، شهيرة هانم ست طيبة ادتني فلوس كتير علشان وافقت اسافر معاها. ماشي يا حبيبتي، ربنا يكرمها. بابا انا كلمتها وقالت لي هتشوف موضوعك ان شاء الله، وقريب جدا ان شاء الله هترجع تمشي تاني. حضنتهم وودعت اخواتها ومشيت وقتها. وفي المكتب عند اشهب دخل مؤمن في اللحظة دي. اشهب بيه، اهلا يا مؤمن، الاخبار مش لطيفة خالص. خير؟ اشهب بيه، ولد حضرتك بيعرف بنت. نعم. مين دي وعرفها ازاي؟ احنا راقبناه زي ما حضرتك طلبت، من اسبوع كده البنت دي استنيته قدام البيت، وهو اخدها معاه في العربية وراحوا على مطعم، وبعدها لقيناه بيشتري شقة جديدة، وشكله كده هيعيش هو والبنت دي فيها. انا اسف، هو ده اللي حصل. اشهب ما كانش قادر ياخد نفسه من اللي سمعه. من البنت دي عرفت هي مين؟ للأسف عرفت هي مين، وكمان معايا صورتها، وريها لي بسرعة. اتفضل. بص أشهب للصورة واتصدم لما لقاها طيبة. وقع التليفون من ايديه. طيبة؟ معقول؟ ايوه، هي البنت دي اللي كانت بتشتغل عندكم. اطلع دلوقتي وسيبني لوحدي. طلع مؤمن وقتها، وأشهب فضل واقف مصدوم، اتعصب جدا ورمى كل الحاجات اللي كانت على المكتب، وشال الكرسي كمان ورماه. طيبة يا بابا، بتخون ماما مع الخدامة. معاك حق، البنت زي القمر وتعجب أي حد، وهي استغلت ده. كانت يارا معاها حق فعلا إنها قالت لي بنت مش كويسة ومش محترمة، عاوزة توقع أي واحد غني وخلاص. أنا كنت فاكر إنها مش كده. طب لو كانت كده ما أنا كنت قدامها. ليه بس يا بابا؟ ماشي، أنا هتصرف، هبوظ لك كل حاجة. طلع أشهب من الشركة وركب العربية وساق بأقصى سرعة، وبعد شوية كان وصل البيت. واو، شكلك طالع ولا شاب في العشرينات. ايه ده يا حبيبي؟ البدلة تجنن، ولا البرفيوم كمان ريحته تحفة. قولي بقى، متشيك كده ورايح على فين؟ مسافر. انت عارفة اني دايما بسافر. بصراحة لازم اروح شرم دلوقتي، قالوا لي ان اليخت عطلان، هروح اشرف على التصليح بنفسي. انت عارفة بقى اني بموت في اليخت ده وبعشقه. دخل أشهب في اللحظة دي. ايوه طبعا، ما انا عارف انك بتعشقه يا بابا. تعالى لي، عاوزك شوية، هندخل على اوضة المكتب مرة تانية يا اشهب، انا مستعجل دلوقتي. تعالى يا بابا، عايزك. ماشي، اما نشوف. وفعلا دخلوا المكتب. بابا، هو انت مش هتعقل بقى؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ فاكر نفسك لسه شاب مراهق رايح تلف على البنت الخدامة؟ انت عرفت منين؟ ايوه عرفت للأسف. خذلتني ليه؟ بتعمل كده ليه؟ المفروض انك قدوة ليا، دايما انا اللي بقدم لك النصيحة مش انت. ليه تبقى اب مش كويس؟ اخرس يا ولد، هتقل ادبك عليا ولا ايه؟ انا ما عملتش حاجة غلط، انا هتجوز على سنة الله ورسوله. في اللحظة دي دخلت شهيرة وهي منهارة. تتجوز عليا يا هادي؟ ماما انت اكيد سمعتي غلط، مفيش الكلام ده. لا، ما تحاولش تداري عليه، انا سمعت كل حاجة. وغير كده انا كنت حاسة انه هيتجوز عليا. هتتجوز عليا مين؟ خدامة مين اللي ضحكت عليك؟ استنى، البنت طيبة صح؟ انا كان عندي احساس ان عينك منها، بس كدبت احساسي. انا دخلتها بيتي واكلتها عيش. ازاي تخوني وتسرق مني جوزي؟ انا هوريها. ماما بصي ليكي، ما تعمليش في نفسك كده. بابا عارف غلطته وهيعمل الصح. صح يا بابا؟ لا مش صح، انا بحبها وهتجوزها. طول الوقت خايف منكم، بس دلوقتي لا. انت مش ولي امري، وانت كمان انت ابني مش ابويا، وما عدتش بقى حابب تبديل الادوار دي. وانت يا شهيرة هانم، زهقت منك ومن غيرتك ازاي ده. طول الوقت بتقولي انك بتحبيني، بس انا ما شفتش ده. كل اللي شفت الاهمال وعدم الاهتمام، غير كده ما شفتش حاجة. انت اللي عملتي كل ده مش انا. ماشي يا بابا، بس انت مستحيل تتجوز البنت دي.
هتجوزها غصب عنك وعن الدنيا كلها، لا انت ولا امك هتمنعوني، فاهم؟ مفيش قوة تبعدني عن طيبة مهما يجرى، وحتى لو عملت خطة و2 و3 برضه هتجوزها. لازم امشي دلوقتي، عروستي مستنيانا علشان نتجوز، وكمان شوية كاتب كتابي. سلام. وبعد ما مشي شهيرة ما اتحملتش في اللحظة دي ووقعت أغمى عليها. ماما حد يجيب مية بسرعة. جت الشغالة بالمية وهو حاول يفوق مامته كذا مرة، وبعد محاولات فاقت وقتها، رفعها وطلع نيمها في السرير. شفت باباك بيعمل فيا ايه بعد كل السنين والعشرة دي؟ يطلع مش بيحبني، بيحب بنت من دور ولاده، مش مكسوف وهو بيتجوز بنت أصغر من ابنه. طبعا ما هي صغيرة وحلوة وأكيد كانت بتغريه عشان هو هيتجنن عليها. أنا مش هسيب البنت دي في حالها، أنا هنتقم منها يا أشهب. أشهب يا ابني، هات لي البنت دي أفش غل فيها، ما تخليش باباك يتجوزها، ما تخليهوش يخلي الخدامة بتاعتي ويفضلها عليا. أشهب اعمل أي حاجة، ما تخليش البنت دي تكون ضرتي. اهدي يا أمي، اهدي عشان صحتك. أنا موجوعة قوي، باباك كسرني وجرحني. طب ممكن تهدي؟ مستحيل حد يكسرك وانا عايش، مش هسمح بكده يا ماما. اطمني، انا هعمل اي حاجة علشان خاطر عيونك انتي. طلع أشهب التليفون واتصل بمؤمن، وبعد شوية أنهى المكالمة معاه وبص لمامته بحزن. ماما انا لازم امشي دلوقتي، بس اوعدك اللي نفسك فيها يحصل، مفيش حد هياخد مكانك ابدا. وعند طيبة ركبت العربية مع رجالة هادي وأخدوها على الشقة اللي هادي اشتراها. طلعت ودخلت الشقة، لقت واحدة موجودة في الوقت ده. هاي، أنا الميك اب ارتست، جيت علشان أجهزك، بس انتي جميلة قوي مش محتاجة أي حاجة، بس هعملك حاجة سيمبل تجنن. تعالي معايا، ما قدامناش وقت طويل، زمان المأذون على وصول. دخلت طيبة معاها ولبست فستان سيمبل جميل جدا، وكان جمالها أضعاف مضاعفة. واو، انتي جميلة قوي. بصت طيبة لنفسها في المراية ودموعها نزلت في اللحظة دي. هو انتي بتعيطي ليه؟ انتي مش مبسوطة؟ ده النهاردة كاتب كتابك، وبعدين احمدي ربنا انك هتتجوزي واحد غني. صح، بس هو أكبر مني بكتير قوي، قد أبويا. احمدي ربنا، انتي وقعتي وقفة، يا بختك. يعني هما الشباب كانوا هيوفروا لك كل العز ده؟ اتبسطي بالفلوس، بلا حب بلا وجع دماغ. في اللحظة دي جرس الباب رن، شكل العريس والمأذون وصلوا. هروح افتح. بصت طيبة على انعكاسها في المراية. اجمدي يا طيبة، هتقدري علشان خاطر ابوكي، هتقدري، ومش مهم اي حاجة. حطي حياتك في كفة وحياة ابوكي في كفة، شفتي؟ ابوكي اهم اهو، اجمدي. رجعت لها تاني في الوقت ده. المأذون وصل، بس العريس لسه ما جاش هو والشهود. عدى شوية وقت ولسه برضو محدش جه. هو عريسك اتأخر كده ليه؟ مش عارفة. رن جرس الباب وكانت باري هتطلع تفتح، ودخل واحد، وده كان واحد من البودي جارد. السلام عليكم. وعليكم السلام. يلا علشان نكتب الكتاب، بس قبل ما نطلع برا، انت موافقة على الجواز؟ لو رفضتي تبقي بتكتبي على نفسك الموت. حاضر، انا اصلا موافقة. طلعوا على برا وقعدوا، بس هادي ما كانش لسه جه. ما كانش فيه غير 3 بودي جاردات، وكانت واقفة باري جنب طيبة. هو فين العريس يا جماعة؟ انا هو. لفت طيبة وشها على مصدر الصوت واتصدمت في اللحظة دي أول لما شافت أشهب قصادها. أما عن أشهب قعد قدامها وبصلها بكره. يلا يا شيخ اكتب كتابنا بسرعة. أما عن باري بصت لها وهمست لها في الوقت ده. هو مش انتي قلتي العريس كبير في السن؟ طب ايه ده بقى؟ ده صغير ووسيم وكاريزما جامدة، شكلك مش بتشوفي. كاتب كتاب مين؟ أنا وانتي. ازاي؟ أنا هتجوز هادي بيه. وأنا أشهب هادي بيه، مش فارقة كتير. يلا يا شيخ نكتب الكتاب. أيوة، بس قرب البودي جارد منها وهي خافت جدا وبصت للمأذون. ابدأ في كتب الكتاب يا شيخنا. وبعد فترة من الوقت، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وعلى خير. ألف مبروك، كله ينزل. قالها أشهب بأمر، وفعلا نزل كل اللي كان موجود. وطيبة ما كانتش مستوعبة كل اللي بيحصل وما كانتش فاهمة أي حاجة. وأشهب قام في اللحظة دي ووقف قدامها وهو حاطط إيديه الاتنين في جيبه والغضب مرسوم على ملامحه. فين هادي بيه؟ لا هادي بيه ايه؟ انت دلوقتي مرات ابنه، يعني تقولي بابا هادي. وانا أشهب من غير بيه، انا جوزك وانت مراتي، بس انا مش هديك الحق ده. هتفضلي مجرد خدامة زي ما انتي وزي ما كنتي هتكوني. قال كده وقرب منها
ومرة واحدة لوى دراعها بشدة. كنت فاكرك مختلفة، أتاريك يا أفعى لفيتي على بابا علشان تسميه، بس أنا جيت وبوظتلك كل خططك. ابعد عني. هو أنت لسه شفتي حاجة؟ هخليكي تندمي على اليوم اللي اتولدتي فيه. قال كده ودفعها بعيد عنه. هدواك من نفس الكاس اللي شربتي ماما منه. أنا كان لازم أتجوزك علشان بابا ما يتجوزكيش، ما لقيتش حل أبعد بابا عني غير بكده، لأنك للأسف سحرتيه بيكي. حرام عليك، انت بوظت كل حاجة، ضيعت حلمي، بوظت الدنيا كلها. حلمك؟ كان حلمك تبقي غنية، بس أنا بوظتلك ده، مش كده ضيعتلك كل اللي بتحلمي بيه. لا ولسه بقى هوريك أيام ما كنتش تتمني تشوفيها. قال كده وبعدين سابها ودخل على الأوضة، وهي كانت هتتجنن ومش مستوعبة اللي حصل. حلمها إنها تشوف أبوها واقف على رجليه خلاص راح بسبب جوازها من أشهب. فضلت تبكي مكانها لحد ما نامت من كتر الإرهاق. وفي الأوضة عند أشهب ما كانش عارف ينام من اللي حصل. ليه عملت كده يا بابا؟ دمرت لي حياتي ودمرت حياة ماما. عملنا معاك ايه علشان تبهدلنا كده؟ أنا عمري ما كرهتك، أنا بحبك، بس أنت ما حبتنيش، لا أنا ولا ماما. ليه تبعنا بالسهولة كده؟ وعشان مين؟ عشان حتة بنت أصغر من ابنك. معقول تستهين بعشرتك مع ماما عشانها؟ بس أنا حرمتك منها وحرمتها من اللي هي كانت عاوزة توصل له. حاول أشهب إنه يبطل تفكير وينام، وفعلا بعد شوية غلبوا النوم. تاني يوم صحيت طيبة من النوم، لقيت نفسها كانت نايمة على الأرض مكانها. بصت للمكان ولبسها ودموعها نزلت تلقائي. يعني اللي حصل بجد ما كانش كابوس فعلا؟ لا مش بجد، ده كابوس فعلا يا ست طيبة، وانا هعيشك فيه على طول. هتتمني تصحي بس انا مش هسيبك ابدا. خلص كلمته فلقى تليفونه بيرن في الوقت ده. ايوه أشهب بيه، هادي بيفاق من المخدر اللي اديناهوله، وحاليا هو متعصب جدا وعايز يمشي. نعمل ايه؟ سيبه خليه يجي. النهارده صباحية ابنه، من حقه برضه يجي يبارك لي، ولا ايه يا عروسة؟ بصت له وقتها بعياط وهو قفل المكالمة. اسمعي، قومي غيري الفستان ده والبسي حاجة من بتوع العرايس، وامسحي دموعك دي مؤقتا لاني مش هخليها تجف ابدا، واعملي لي فطار بسرعة. يلا انت لسه واقفة مكانك. حاضر حاضر يا أشهب بيه. جريت بسرعة من قدامه، جهزت ولبست بيجامة رقيقة جدا وكان شكلها يخطف القلب قبل العين، ومسحت دموعها اللي كانت بتنزل تلقائي منها وطلعت علشان تحضر الفطار. وهو بص عليها في اللحظة دي بانبهار. سبحان الله، فيك جمال خسارة فيكي، وشك جميل وصوتك ناعم، شكلك الخارجي جميل، بس انت جواكي طمع وجشع. الجمال فعلا مش كل حاجة. سابته ودخلت تعمل حاجة للفطار، وبعد شوية الباب خبط جامد جدا. ضحك أشهب وقتها باستهزاء. تعالي افتحي الباب لحماكي. طيبة راحت فتحت الباب. دخل هادي وقتها. طيبة انت كويسة؟ حد عملك حاجة؟ اهلا يا بابا، قالها مرة واحدة لما قرب منهم. انت بتعمل ايه هنا؟ واللي جابك هنا يا أشهب؟ تعالى يا بابا، معقولة هتقف عند الباب كده؟ دخلوا كلهم وقفلوا الباب. حد يفهمني بقى ازاي تقعدي مع الواد ده لوحدك؟ هي مش قاعدة مع حد غريب. قال كده وقرب أشهب من طيبة بتملك. انا بقى جوزها يا بابا. ايه انت اتجننت؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ اسف بس انت ما سبتليش حل تاني غير ده. طيبة خلاص بقت مراتي. انت حيوان. وانت يا طيبة ليه عملتي كده؟ ده انا ما عادش ليك حق تقول اي حاجة، دي بقت محرمة عليك، لا شرع ولا قانون يديلك الحق في ده، لانها بقت مرات ابنك. حيوان حيوان يا أشهب، ليه كده؟ ليه تعمل كده؟ قالها وهو بيمسكه من ياقة التيشيرت بتاعه. عملت كده علشان ماما، مستحيل اخلي بنتي زي دي تاخد مكانها، ومش هسمح لحد في الدنيا ياخد مكانها ولا يزعلها. سابه هادي وبص على طيبة اللي كانت منهارة من العياط وبترتعش من خوفها من الموقف. وانتي وافقتي تتجوزيه بسهولة؟ معاكي حق، هتتجوزي واحد قد ابوكي تعملي بايه؟ ده ما شاء الله شاب وسيم ورياضي. ايوه وسيم عشان هو ابني اللي لو واحد غيره مكانه كنت موته في الحال، بس للأسف مش هقدر اذيه. حس هادي بدوخة وكان هيقع وقتها، لكن لحق أشهب وسنده. بابا مالك؟ انت كويس؟ انا كويس بس ضغط شوية، تقريبا ضغط وتي. بابا انا اسف. تعرف لو انت اتجوزتها حب كنت هسمح لك، عشان انا اب، والاب بيحرم نفسه من الحاجة وبيديها لابنه، بس انت اتجوزتها علشان تعلمني الادب. بابا انا اسف، وانت لازم تسافر، لازم تبعد عني وعن ماما الفترة دي. انا حجزت لك على اول طيارة رايحة لندن، هناك موجود فريق طب هيعتني بيك. انت بتتعامل معايا على اني مريض نفسي، انا مش مريض يا أشهب، انا ما قلتش كده، وانا مش هسافر، بس هبعد عنك انت وامك زي ما قلت. هروح لليخت بتاعي.
سند هادي نفسه ووقف وبص لطيبة بحزن وحسرة، وبعدين مشي. ووقتها اتعصب أشهب وكسر التحف والفازات اللي قدامه، وطيبة كانت واقفة مرعوبة منه. خلاص كفاية كده. انت سبب في كل ده. 5 دقايق تلبسي وتطلعي علشان ترجعي لشغل الخدامة، هتخدمي في الفيلا زي ما كنتي. دخلت طيبة ولبست هدومها وخرجت معاه، وبعد شوية وصلوا الفيلا ونزلوا، وهو أخدها وجرها وراه. شهيرة كانت قاعدة، وأول لما دخل أشهب عليها رمى طيبة قدامها. أنا وعدتك يا ماما ونفذت وعدي، البنت اهي وما اتجوزتش بابا. قامت شهيرة وقتها واتجهت ناحية طيبة. بقى انت هدخلك لبيتي وآمن ليكي تقومي تخونيني وترسمي على جوزي وتسرقيه مني؟ عاوزة تاخدي مكاني؟ عاوزة تعملي راسك براسي؟ أشهب سيبني أنا والبنت دي، في بيني وبينها حساب لازم نصفيه. حاضر. أبوس إيديك يا أشهب، ما تسيبنيش، خليك موجود ما تمشيش. مشي أشهب وبقى سامع صوت صراخها واستغاثتها باسمه، لكنه رفض يساعدها. كل العمال والخدم كانوا سامعين صراخها، وشيماء كانت بتعيط علشانها وبتسد ودانها علشان ما تسمعهاش. ما قدرش أشهب وقتها ودخل لمامته وسلك طيبة من إيديها. سيبني عليها، أنا لسه ما أخدتش حقي منها. كفاية يا أمي، ما توديش نفسك في داية علشان خدامة زي دي. تعالي اقعدي. قعدت وقتها شهيرة وهديت. باباك راح فين؟ بابا راح على شرم ومرضيش يسافر. انت عارفة انه بيحب اليخت قد ايه؟ عارفة. خلاص مشي البنت دي بقى من هنا، مش عاوزة اشوف وشها تاني. ما ينفعش يا أمي، أنا اتجوزتها. إيه اللي انت بتقوله ده؟ انت اتجننت يا أشهب؟ ما لقيتش أي حل تاني يا أمي، أنا آسف صدقيني. شفت باباك عمل ايه؟ دمر حياتي وحياتك، منه لله. خلاص طلقها وارميها من هنا. هيحصل، بس مش قبل ما تتذل وتعرف قيمتها كويس. قرب أشهب منها في اللحظة دي وهو باصص عليها بغضب. قومي ادخلي مكانك في أوضة الخدم. أنا مش قادرة أتحرك، مش قادرة أقوم خالص. نده أشهب على شيماء وواحدة من الشغالات التانيين، شالوها ودخلوها على الأوضة. طلب أشهب من كل الأمن اللي في الفيلا يخلوا بالهم منها وما يسمحلوهاش تخرج من البوابة أبدا، وطلب من الشغالات يسيبوها تعمل كل شغل البيت وما تاكلش غير وجبة واحدة بس في اليوم، وقال لهم تلبس يونيفورم الخدم وما تقلعهوش أبدا، وكل كلامه تنفذ بالحرف. ابتدت طيبة تعمل كل شغل البيت لوحدها، وكانت لما تتعب تقعد مكانها ترتاح شوية وتقوم تكمل تاني شغل. وشيماء قلبها كان تعبها علشان طيبة، لكنها ما قدرتش تساعدها ولا تعمل لها أي شيء. وبالليل رجع أشهب من شغله، طلع على فوق على طول، غير هدومه ونزل قعد مع مامته على سفرة العشاء. جت طيبة ورصت الأكل قدامهم وكان باين عليها التعب والإرهاق. حطي شوربة في طبق أشهب بيه يا خدامة. حاضر يا هانم. حطت فعلا الطيبة الشوربة ليه وكانت لسه هتمشي. انت رايحة فين؟ خليكي واقفة هنا، يمكن نحتاج حاجة. أبوس إيديك يا هانم، سيبيني بس أقعد، مش قادرة أقف على رجلي، حالي تهدي في شغل البيت. وأنا قلت خليكي واقفة. حاضر. ده أشهب الشوربة فاترسمت على وشه ابتسامة جميلة. الشوربة حلوة قوي. الشيف سليم أول مرة يعمل الشوربة حلوة كده، ده أنا هخلص الطبق كله. سليم ما عملش حاجة، الخدامة اللي وراك دي هي اللي عملت كل شغل البيت، حتى هي اللي طبخت. الشوربة أصلا ملحها كتير ومش قد كده يعني. خلاص يا حبيبي ما تشربش منها حاجة. لا أنا جعان، هشربها بقى وأمر الله. كانت واقفة طيبة بالعافية لحد ما خلصوا أكل وما صدقت وراحت تشيل الأطباق. كانت بتشيل ببطء بسبب الإرهاق. ما تخلصي بقى، هتقضي طول الليل تلمي في الأطباق ولا إيه؟ شيماء، يا شيماء تعالي. نعم يا بيه. ساعديها، شكلها تعبانة. حاضر يا بيه. ساعدتها فعلا شيماء ولمت الأطباق معاها وشطبت كمان المطبخ وأخدتها الأوضة علشان ترتاح. تاني يوم صحيت طيبة وبدأت تشتغل كل شغل البيت زي كل يوم. اطلعي اسقي الزرع الصغير اللي بره. حاضر يا هانم. طلعت فعلا تسقي الزرع، بس أول ما شافت الورد ابتسمت وقتها ونسيت كل حاجة. جه أشهب وشافها وهي واقفة بتسقي الورد، سرح في جمالها وابتسامتها ورقتها، فقرب منها وقتها وهو حاطط ايديه الاتنين في جيبه. بتعملي ايه؟ شهيرة هانم طلبت مني اسقي الورد ده. ورد؟ قصدك تسقي الزرع؟ أيوة. طيب تمام، كملي. ابتدت طيبة تكمل سقي الزرع وهو ما قدرش يمشي. ابتسامتها للورد شالت حركته، ما خلتوش قادر يسيبها ويبعد. وفي اللحظة دي جت يارا وقتها. هلو بيبي، عامل ايه؟ فأشهب من سرحان وقتها وبصلها. تعالي ندخل جوه. استنى، البنت دي رجعت تشتغل تاني؟ قالت كده وقربت وقتها من طيبة بغضب. هو انت ايه اللي رجعك هنا تاني؟ اكيد انت، وكمان اجي الاقيك واقف معاها. يارا تعالي بس ندخل جوه. مشيت يارا معاه بغيظ ودخلوا على جوه. حلو قوي،
كملت، اصلها كانت ناقصه يارا كمان. شهيرة هانم قامت بالواجب بس عشان جوزها. جه دور يارا هتواجب معايا هي كمان علشان انا اتجوزت خطيبها. انا ايه بس اللي عملته في نفسي ده؟ انا كانت نيتي خير، كان نفسي اعمل عمليه لبابا، لا اكتر ولا اقل. يا رب يا رب ساعدني وقف جنبي. وعند أشهب جوه طنط شهيرة، ممكن أعرف إيه اللي رجع البنت الخدامة دي هنا؟ الحيوانة لفت على أنكل هادي وكانت هتتجوزه. تصدقي يا يارا بعد ما دخلتها بيتي تعمل كده؟ شفتي يا أشهب؟ مش قلتلك هي بنت مش محترمة أصلا، كان المفروض تطردها على طول. ليه مخلينها هنا؟ ما هو بصراحة علشان أنكل هادي ما يتجوزهاش أشهب اضطر يتجوزها. نعم، انا ما لقيتش حل تاني غير كده. يعني الخدامة دي مراتك يا أشهب؟ يعني انت اتجوزتها قبل حتى ما تتجوزني؟ ازاي تعمل فيا كده؟ ايه دي لو سمحتي، دي فترة مؤقتة، انا اصلا جبتها هنا علشان اعيشها خدامة واعرفها مستواها. ايا كان نيتك ايه، بس هي دلوقتي بقت مراتك ومكتوبة على اسمك، وبعدين زي ما وقعت باباك هتوقعك انت كمان. انا بقى مش هرحمها، هوريها الخدامة الحقيرة دي، لازم انتقم منها على اللي عملته ده. كانت لسه هتمشي ولكن منعها أشهب. خلاص بقى كفاية، هي البنت بلاستيك، كل اللي يتعصب يكون عايز يضربها. ايه دي يا يارا، قلتلك انا طلاقة كده كده، وبعدين هي زيها زي اي شغالة هنا واقل كمان، انا بنتهي منها اساسا، فخلاص بقى. يارا حبيبتي ما تزعليش، انا اخدتلك حقك وحقي من اول يوم جت فيه. طب ممكن اعرف هي بتنام فين بقى؟ بتنام في اوضه الخدم؟ بجد؟ ايوه بجد. دخلت طيبه في الوقت ده بعد ما خلصت. شهيرة هانم انا خلصت سقي الزرع. البنت دي بتستفزني بسهوكتها دي، اعملي حسابك أشهب يبقى حبيبي، فاهمه؟ ومش هتعرفي تاخديه مني